من أي اختراقات كانت. الاعتراض السلام عليكم ورحمة الله. أول ظهور للطيار الجزائري الذي تمكن من مراوغة الجيش الإسرائيلي وإدخال المساعدات إلى فلسطين، وتحدى الجيش الإسرائيلي وأدهشهم في عقر دارهم. ولكن قبل أن نبدأ، ادعمونا بلايك للفيديو، ولا تنسوا أن تعطروا فمكم بذكر الله والصلاة والسلام على نبينا الكريم. بعد العمل البطولي الرائع الذي قام به الطيار الجزائري، حيث تمكن من الهبوط في منطقة جيدة جدا رغم عملية التشويش بالرادارات عليه من قبل إسرائيل، والتي كانت تستهدف إسقاط الطائرة الجزائرية، يتساءل الجميع: من هو هذا الطيار الشجاع الذي أدهش إسرائيل والعالم أجمع؟ أولا، هذا الطيار ينتمي إلى الجيش الوطني الشعبي، وهو صقر من صقور الجزائر. وقد صرح هذا الطيار الجزائري تصريحا لإحدى القنوات التلفزيونية بالأمس، ولم يكشف عن اسمه، ولكن كل ما قاله أنه هو طيار مقاتل. وتداولت العديد من الصفحات على السوشيال ميديا التصريح المنسوب لهذا الطيار العظيم، هذا الطيار الذي أدهش إسرائيل والعالم بأجمعه. ولكن أعزائي المشاهدين، سننشر لكم صورة لهذا الطيار الجزائري الشجاع، وكذلك صورة للوفد الجزائري والذي سافر من أجل نقل المساعدات لفلسطين. ومن شجاعة هذا الطيار أنه كان متواجد بالزي العسكري أثناء شحن المساعدات إلى الطائرة. فما رأيكم بالعمل البطولي الذي قام به هذا الطيار الجزائري الشجاع؟ ننتظر رأيكم في التعليقات. شكرا لكم على المشاهدة.